نرحب بالرفاق سعدون محمد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، ورفيق جمال علي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العماني. السلام عليكم. السادة الحضور الكرام، أبت جمعيتنا إلا أن تشارك هذا الجمع الخير أحزانهم وقد يكون فرحهم بذكرى عزيزة علينا وعليهم، ذكرى الفقيد أبو ندى توفيق ناجي الذي بعمله الخير ونشاطه الدؤوب في المجال الفكري والاجتماعي دعت أصدقائه أن يقرروا مع جمعيتنا استذكار أيامه ومناقبه بين أخوته. أن مجرد هكذا تجمع يبث بنا العزم والعمل الدؤوب والخلاق من أجل إخوتنا وأهلنا العراقيين الذين هم بحاجة الآن لأبو ندى ورفاقه وأخوته لتقديم كل العون الفكري والتثقيفي، لأن العراق الآن في محنة، وهذه المحنة لا يمكن تجاوزها إلا بالخيرين. شكرا. الذي جعل من تكانه البسيط منطلقا للأفكار الإنسانية الرائعة. المجد والخلود لك يا توفيق ناجي، إنك حاضر في قلوب هؤلاء الناس الطيبين. مساهمتي محطات شعرية من مدينة الشامية، وحلمكم علي لأن عيني لا تسعفاني. لك كل المجد يا زين يا توفيق، لك كل المجد يا زين يا توفيق، لك كل المجد يا زين يا مهيوب. بكينا وما بكينا عليك يا محبوب، المثلك يا ابو ندى. هذا الوقت مطلوب شهيد الفكر باقي وما يحتاج كل تعليق. لك كل المجد يا زين يا توفيق. ولعودة قطار الحرية المهاجر المختلف، قطار الناس الشرفاء، قطار غيدة وحمد، قطار مظفر النواب، ولأن شهيدنا ورائعنا توفيق ناجي يحب هذا القطار، اسمحوا لي أن أقرأ مقطع من قصيدة عنوانها تحية إلى مظفر النواب، كتبتها للشاعر العملاق أمير شعراء الشعبي في العراق. يا عم ريلك رجع وحلوات الفراقين، يا عم ريلك رجع وحلوات الفراقين، وغيدة ترى تنتظر جيات المحبين. لا تبطي يا صاحبي، كل احنا منتظرين للقطة هودر هو، والذيب ولا وهو، والعيش عندنا طاب، بس قل لي يمتى تجي يا مظفر النواب. هو وطاني هو وطاني يا هالطيب يساري، هو وطاني يا هالطيب يساري، يميني كان ما يوصل يساري. هو وطاني يا هالطيب يساري، يميني كان ما يوصل يساري. أحب كل من شهب فكرة يساري، أحب كل من شهب فكرة يساري، وأحب كل من شريكه بحمية. يا أصحاب الفكر أهلا، يا أصحاب الفكر أهلا. لمتنا كثر حلوة، لمتنا كثر حلوة بيها الفزعة والنخوة، لمتنا كثر حلوة بيها الفزعة والنخوة. المشاكل ترى احنا فرد بلوى، ترى احنا فرد بلوى. المشاكل بيكم يسهلا يا أصحاب الفكر أهلا. اجينا نأبن الطيبين، اجينا نأبن الطيبين، أهل نخوة وثقافة ودين. اجينا نأبن الطيبين
أنا أعتقد بأن توفيق قد قتله قهر الحرب، لذلك اخترت قصيدة القيامة للشاعر عريان السيد خالد. الحيطان بالخوف، الحيطان بالخوف والطرق محفوظ، الحيطان من خط والدروب حفور، والبيبان صرخت بلا صدى ولا صوت، صفنا قنبرة وحشة مسير موت. قامت والبشر مو بشر، غابت زور يحصدها العصف ويلوجها التنور، الحيطان من خل والدروب حفور. أسعدتم نهارا. دعاني يا أخي العزيز أبو رؤى إلى الحق، فخشيت أن أكون متطفلا عليه، لأنني والحق قال لم نتزلف إليه من خلال بعد والده، فلماذا إذن يؤبد هذا الرجل بينما كثير من الأخوان والأصدقاء والأعزاء يغادروننا نتألم عليهم، ولكن لا ننظر مثل هذه الاحتفالات التأليمية. إذا لابد أن في الأمر سر معه. هذه الأسئلة طرحتها أثناء استماعي الكلمات على نفسي، وأدركت أن هذا الحضور الذي امتد إلى الآن، الكثير من الناس يعيشون في الحياة متخلقين على أنفسهم، لا يتفاعلون معها، هم فعلا أموات وإن كانوا على قيد الحياة. أما نموذج مثل فقيدنا فيظل نبض مستمر حتى بعد رحيله، والآن أشعر وكأنه حاضر معنا. إذن هو الحضور سواء كان على مستوى الفرد أو الحزب أو المجموعة أو المجتمع. مما يعاني عراقنا اليوم، أسمع بين فترة وأخرى الحديث عما يسمى بالفراغ السياسي، وأنا أيضا أكررها على أنني أتنرفز منها وأنقتها كثيرا. تدرون لماذا؟ من قبل سنتين بدأت أجهزة صدام حسين المخابراتية والحزبية تروج لهذا المفهوم وتقول إذا زال نظام صدام حسين لا سمح الله والحمد لله سمح مؤخرا، سوف يعيش العراق فراغا سياسيا. ونحن حين نتحدث الآن عن ما يسمى بالفراغ السياسي فإنما نؤيد مصداقية نبوءة صدام حسين، فلندرك هذه الحقيقة.